شبكة منتديات يمن المحبة. أشتي أعرف حاجة واحدة، أنت معي ولا مع سعد يا ناصر؟ أنا مع الحق يابا. طيب ما دام أنت مع الحق ليش بتدافع على سعد؟ لأنه أنا متأكد بأن سعد بريء. إذا كان سعد بريء من هو المتهم في نظرك يا نظر؟ الله أعلم، والتحقيقات عاد تظهر كل شيء. طيب والدليل الواضح والصريح الذي على سعد العددي؟ هذا دليل مشكوك فيه يابا. وما باقي غير هذا؟ باقي معرفة البصمات من على المفتاح الذي لقيته. ها؟ كلام عمتي فاطمة ما جاش من فراغ، وأكيد هدى لها علاقة بإنسان آخر، لكن من هو لازم أعرفه. أنا لازم أعرفه. أنا آسف جدا إذا كنت قيدت حريتك، يعني لما قلت ليش تفكري بسرعة. لا بس أنا شعرت يعني إني فعلا كنت أناني، ولا من حقش إنك تاخذي الوقت الكافي اللي تفكري فيه على راحتك. شكرا على هذه المشاعر الطيبة. وعلى العموم أنا وصلت لقرار نوعا ما. أيوة، مثل ما تقول موافقة مبدئية. صحيح يا هدى، هذا أحسن خبر سمعته في حياتي، وما أقدرش أعبرلش الآن عن مدى سعادتي. وعلى فكرة الولد إن شاء الله بكرة واصل من السفر، قدوب المرة فاتح بالموضوع. لا يا عصام، ما فيش داعي للاستعجال. خلينا نتعرف على بعض، نتفق في أمور تهمنا، وبعدها بنشوف. ماشي حق، وأنا آسف إذا كنت استعجلت مرة ثانية. طيب أوكي، وأنتي بألف خير، مع السلامة. هذه فعلا أسعد وأجمل ليلة في حياتي. يا عدي هذه الليلة على خير يا ساتر يا ساتر. سلوى، سلوى، أين أنت يا بنتي؟ سلوى. أيوة يا ماماكم. سمعت حاجة في المطبخ، قومي شوفي ما هو. حاضر يا ماما، ما تقلقيش. يا رب أنت العالم، هل الأوراق التي جابها محمود صحيحة أو لا؟ أنت العارف المطلع على الحقيقة. يا رب ساعدنا يا أرحم الراحمين. أما جليلة يعلم الله كيف حيكون موقفها عندما تسمع بهذا الخبر. إيه يا رب أكشف الغم برحمتك يا رب. اطمني يا ماما، هذه القطة سقطت الصحة. طيب تأكدتي من نافذة المطبخ إنها مغلقة؟ أيوة مغلقة. وباب البيت مغلق؟ مغلق. زيدي تأكدي من باب السطح. كل أبواب مغلقة يما، أنا متأكدة. بس ليش هذا الخوف كله يما؟ إن شاء الله إنه ما يحدث شيء بس. يا بنتي، لو تعرفي ما أعرف ما قلتي هذا الكلام.
حتى أنا مثلش يا جليلة، حاسة إنهم لا زالوا أحياء، ولا يمكن أصدق هذا الكلام. طلبك مرفوض يا ابني. ليش يا مدير؟ كيف العيش؟ باب القبول والتسجيل انتهى امس، وين انت راقد لليوم؟ اصلا يا مدير انا كنت مسافر وارجع انت قلت له ظروفي. ظروف وين ابوك ما يجي يسجل لك؟ اصلا ابي مات الله يرحمه. الله يرحمه ويرحمنا ويرحم امة محمد كلهم. يلا تفضل يا ابني لا تشغلنيش، انا عندي عمل. يا مدير يا ابني لا تشغلنيش، خلاص انتهى باب التسجيل يلا. تقول يا صاحبي زي ما ندير في الحسابات. اشكرك. تقصد ندفع لفاضل مليونين وجليل مليونين ويكتب لنا تنازل عن كل شيء. ما رايك بالفكره؟ ما اعتقدش اني موافق. ليش؟ لان المسألة بالعقل. افترض ان انت ضربنا براس المال دون الارباح. انت داري كم يطلع كل واحد مننا؟ كم يعني؟ مش اقل من 20 مليون ريال لكل واحد. مش مشكله، انا مستعد ادفع لكل واحده 20 مليون ريال، بس اضمن ان هن ما يطالبنيش بحاجه ثانيه. هذا كلام معقول، بس لو سحبنا الورقه اللي عند الحج امين. يا جناحنا والورقه هذه هي الحقيقه. افرض ان احنا قسمنا التركه وبعدها ظهر اسماعيل وابن اخته. انت داري معك موقفنا ان احنا نتحمل كل حاجه انا وانت. ومن يظهروا ومعانا الادله الكافيه. ما دام انت واثق من هذا الادله، ليش ما تقدم لنا حج امين وتسحب لنا الورقه وبعدها لنا خبر؟ شفت يا استاذ مالك يا ابني بتبكي؟ ايش في؟ لا ولا حاجه. عبد الكريم هذا الطالب يدرس عندنا في المدرسة؟ لا ما اعتقدش اني شفته قبل اليوم. لا الموضوع ما يطمنش. مالك خايف يا فقي؟ اي بصمه يمكن يطلع واحد ثاني غير ساعد. ولا يهمك، التهم ثابته علي ثابته علي، يطلع ولا ينزل. انت متاكد يا مبخوت؟ الله المستعان يا فقي. طمنتني الله يطمنك. هيا اجلس الحين، اجلس. اقلقتني. اجلس حاضر. هيا الحين قل لي اي حين موعد العرس؟ ايام عرس؟ قريب ان شاء الله. ابشر، انا عارف انه قريب بس حدد لي يوم بالضبط. بيني وبينك جليلة وبنتها عادل مستعصيات عليا شوية. هي انا عاد اقول لك ما نفعل لو ما نخلي اللي يشوفنا بس انتهينا العيب. الله يصيب يا مدير المدرسة هذا مثل ما قهرك، كان على الأقل بيرد لك بلتي أحسن. إذا ما فيش تسجيل مش هكذا. أنا خلاص يمه قررت إن أنا أرجع إلى مدرسة السابقة، على الأقل فيها مدير طيب ومتفاهم ويقدر الظروف. لا يا أنور، أنت حتدرس في هذه المدرسة غصبا عن أنف المدير، والمدارس ما بنيت إلا لمصلحتكم. لكن كيف؟ ولا يهمك، أنا شو اتصرف. المهم ما تقولي ليش اخوالي. معقولة يا سميرة زوجش ما قدرش يقنع ابوه يبعد عننا؟
أصلا يمها أبوه عنيد، وش ينفذ الذي في راسه؟ بس هذا أستاذ متعلم يقدر يقنع أبوه إن أذية الناس حرام وإن كل واحد حر بنفسه. يما ناصر بذل كل جهده، لكن أبوه بيعتقد إنه بيفعل الصح. أي صح؟ هذا باطل، هذا منكر، هذا حرام. أنا من رأيي إنكم تشتكوا به عند الحج أمين، يمكن يقدر يوقفها عند حده. من يوقفه هذا؟ إذا كان أخي محسن الله يرحمه يهابه القاصي والداني ما قدرش يوقفه عند حده، عاد الحج أمين يقدر يوقفه عند حده. كانوا ما العمل يما، نجلس محابس داخل هذا البيت هكذا، حتى الجيران ما نقدرش نسير لعندهم. معقولة؟ وصل بكم الحال إلى هذا الحد؟ أنا أهنيك يا دكتور عصام، وهنيك على مشاركتك الناجحة في العملية. هذا فضل الله ثم فضلكم يا دكتور. خير يا دكتور، ايش من عملية عمل الدكتور عصام؟ ايش من عملية؟ عملية المرارة. المرارة بكلها؟ يا دكتور أنا فاكر إنه عمل عملية من العمليات المستعصية الكبيرة مثل القلب، المخ. مش تقول لي المرارة؟ المرارة بسيطة جدا، ممكن يعملها الطبيب المبتدئ والماهر. لكن كانت مشاركة الدكتور عصام مشاركة فاعلة ومتميزة وناجحة. بصراحة يا دكتور عصام، بصراحة أهنيك على مشاركتك الفاعلة والناجحة في العملية، وقد ما أجد شباب متميزين زيك. أشكرك يا دكتور. إذا ثبتت التهمة على سعد بشكل كامل، وقريبا حيحكموا على بالإعدام إن شاء الله. الآن ارتحت. صدق يا مبخوت إن أنا كنت خايف لا يطلع الفاعل واحد ثاني غير سعد. أنا قلت لك يا فقير لا تخوف، لكن ما صدقتنيش. يلا نال ما يستحقه، ومثل ما قال المثل جنت على نفسها حليمة، قصدي براقش. صباح الخير يا هدهد. أهلا. من؟ ماهر. إيش اللي جابك؟ بعدين في حدا مريض؟ أيوة. من؟ أنا يا بنت عم. إيش فيك؟ قلبي يا بنت العم. ماهر عيب هذا الكلام، ما يصلحش منك إنك تعمل هكذا. افهميني، أنا أصلا أنت إيش؟ بعدين كيف تسمح لنفسك إنك تجي لعندي؟ لا يا هدى، لو سمحت مرة ثانية لا تجي لهنا. أنا جاي من شان أزورك وأطمن عليكي بس. بصفتك من؟ بصفتي ابن عمك وخايف عليكي. لو سمحت ما تسبب لي أي إحراجات. طيب اسمعيني ولو كلمة واحدة. عفوا، أنا الآن مشغولة وعندي عملية جراحية، وبعدين لا تكرر زيارتك للمستشفى عن إذنك. وأخبار سعد؟ اتصلت بالمحامي وقال انهم رفضوا يخرجوا بكفالة. مش أكدت لي أن المسألة ممكنة؟ ناصر في حاجة؟ اصل المسألة غريبة فعلا، ما وجدوش اي بصمات على المفتاح سوى بصمات سعد. معقول يكون الفاعل محترف إلى هذه الدرجة؟ كان هذا محتمل، بس الامر الاغرب. وضح ما معنى كلامك يا ناصر. يا عم امين، وجدوا بصمات سعد على الجسم الخارجي لسيارة المجني عليه. هذا شيء طبيعي جدا، يمكن سعد عندما ودع المدير وهو مسافر لامست يده السيارة. ايضا هذا كان وارد. ناصر قل لي ما هي الحقيقة؟ الاغرب والذي ما يصدقش انهم وجدوا بصمات سعد على الكفرات الاربعة. معقولة؟ معقول سعد الإنسان المحترم الشهم صاحب الأخلاق الفاضلة يعملها؟ لا أنا ما صدقش أبدا.
يمكن كان بيني وبين المدير عداوة. لا لا يا سميرة، سعد طول عمره مسالم ولا يمكن يعادي أحد أبدا. إذا مثل ما قال ناصر مؤامرة مدبرة عليه. اسمعني يا ابني. لا يما، لا يمكن أطلب من أخوالي. خلاص ابني، أنا شو أصير معك وأتفاهم مع مدير المدرسة. لا يما، أنا عندي حل ثاني. سلواء، يا سلواء. ايوه يما ما تشوف. حبيت اطمن انش موجودة. لا يما، هكذا مش معقول. هذا لاني بني اخاف عليش. خافي علي من ايش يما؟ حرام عليش. اخاف على سمعتش، لاني عارفة لايش بيخططوا. صراحة يما انا ما عاد اقدرش استحمل اكثر من هكذا. انا حاسة اني عايشة في سجن يما. حرام عليكم، انا ما ذنبي. تعالي يا بنتي، تعالي احكي ليش قصة اسماء البريئة. تعالي. ولاش تسمع قصة حد. انا اشتي بس اخرج من الكابوس الفظيع اللي انا عايشة فيه. حق علي اني اشتي اصونش واحافظ عليش، لكن الباب قدامش. خرجي هل ما تشتي وشو ماشي تظلش. خرجي خرجي اخرجي 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 اخرجي. أما يا ناس الهدوني. أما هو ما يضيعك الا ناجي يا محمود. ما قال قلت بعده حاضر. المشكلة يا صباح إن كلامنا يجي صحيح. الورقة الذي عند الحاج أمين لازم ترجع لنا. كيف حترجعون؟ والله مش عارف. خلاص ما فيش داعي تفتحوا هذا الموضوع نهائيا. أهم حاجة الأوراق باسمكم وما حد يقدر يثبت عليكم شيء، حتى فاطمة وجليلة ما يحق لهن شي ياخذن منكم ولا ريال. قولي لي يا سلوى ايش الذي حصل لعمك بالضبط؟ والله ما انا تعصبت فجأة. اطمئني يا سلوى، الدكتور قال هذا مجرد الحاجة. بس أنا اللي مستغربة له، ليش هذا الخوف كله عنده؟ اصلا هذا حكاية قديمة وربما سببت لها هذا الشدة، وان شاء الله تزول. إن شاء الله، بس والله ما تزول إلا إذا أبوك رحلة مننا. اي حد ما جلب الولد من السفر يجي يختبر على طول، شهر لشهرين كان ما يجلس. يلا ان شاء الله، والله ما نستغني. في امان الله. السلام عليكم يا مدير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أعرف يا مدير ليش رفضت تسجل الولد عندك؟ أظن أن السبب واضح وما يحتاج إلى أي تفسير. يعني خلاص ما عاد فيش تقدير للظروف ولا حاجة؟ إذا قدرنا ظروفكم ما حيقدر ظروفنا. يعني إيش قصدك؟ وضح كلامك. كلامي واضح وما يحتاج إلى أي تفسير. فهمتك. يلا يا ابني أنور، هذا المدير مش حتفهم ولا حاجة، لكن أنا عارف كيف أتصرف معه. اسمع يا فندم، أنا ما حد يعتدني. يبدو إنك مريض، والذي عينك مدير لهذه المدرسة كان مخطئ. خير يا فندم، ما هي المشكلة؟ هذا المدير لا عنده تفاهم ولا أخلاق، وبعدين ما عرفش كيف يكون رجل تربوي مثل هذا الشخص. من المعروف أن الشخص التربوي يكون مخلق. اشهد يا مدير، هذا أهانة في حقي وحق المدرسة، وأنا لا يمكن أسكت عنها. من المدير؟ أنت ولا هو؟ الأستاذ عبد الدايم وكيل المدرسة وأنا المدير.
دكتور جمال، عفوا، معنا حالة طارئة، الجندي أصيب برصاصات في منطقة الصدر وبحاجة لعملية جراحية فورا. بس في مشكلة خطيرة يا دكتور. وإيش الخطر؟ وجود رصاصة بجانب القلب. وهذا يعني انه مستحيل اجراء هذه العمليه. وليش مستحيل؟ لانه لو نزعنا الرصاصي يا دكتور حينزف المريض ويموت. ولا ما قال الدكتور جمال؟ أرى أن يتم نقل المريض إلى مستشفى آخر إمكانياته أفضل من إمكانياتنا، ربما يتمكن من إنقاذه. حالة المريض ما تستحملش النقل يا دكتور، قد ممكن يموت فعلا. يوه يا دكتور عصام الله يخليك، احنا ما دخلنا، يموت ما يموتش ما نشتغل. هذه مسؤوليتنا يا دكتور، واجبنا إنقاذه بشتى الوسائل اللي معانا. دكتور جمال لو سمحت، أنا مش مستعد إني أشارك في هذه العملية. أنا مستعد أقوم بهذه العملية يا دكتور، بس بعد إذنك. إذن أنت بحاجة إلى دكتور مساعد. أنا أقترح الدكتورة هدى تكون معي. من؟ الدكتورة من؟ الدكتورة هدى. الدكتورة هدى. الدكتورة هدى يا دكتور عصام، الدكتورة هدى الذي ما زالت تحت التجربة. أنا واثق من قدراتها يا دكتور هدى. دكتور، الوقت بيمر وحياة المريض في خطر. إذن بالتوفيق يا دكتور. شكرا جزيلا دكتور. مع السلامة. في أمان الله. يا أستاذ عبد الدايم، اللي عملته غلط، وما دام برروا لك ظروف الطالب انه كان مسافر كنت هتسجله. يا مدير اعتقد انني عملت بحسب النظام والقانون. انا معك يا استاذ عبد الدايم، بس هناك في ظروف استثنائيه ممكن نتجاوزها ولا نضيع مستقبل الطالب، خاصه ما زلنا في بدايه السنه. رضي الله عنك يا مدير، هذا هو الكلام الصح. وبعدين قل لي، انا مش حصلتك امس وسالتك ما هي المشكله؟ ما كنتش عارف انك المدير. على العموم حصل خير. يا استاذ عبد الكريم، خذ الملف واستكمل اجراءات تسجيل هذا الطالب، واصرف لها الكتب المدرسيه ودخلها الفصل الان. تفضل. حاضر يا مدير. تعال يا عم. ما انت يا استاذ، تفضل على عملك. تفضل. انا اعتذر منك يا استاذ. يا عبد دكتور هدى، انا عارف ان الوضع صعب، بس انا مستعد اعمل اي شيء من اجل انقاذ هذا المريض. مش مهم عندي اني افقد وظيفتي او ما افقدهاش، طالما وانا مقتنع ان اللي بنسويه هو الصح. هذا نبل منك، لكن افرض انه مات. على الاقل شاكون مرتاح اني حاولت انقاذه بدل ما اتسبب في قتله. مش مهم عندي اني افقد وظيفتي طالما وانا متاكد ان بنسويه هو الصح. وعموما يا دكتوره، الامر عائد لش. اذا شفتي ان دخولش معي العمليه هيهدد مصلحتش تقدري تنسحبي. مصلحة ايش؟ انت عارف ان مصلحتي هي نفس مصلحتك، وهذه المرة انا شدخل معك، لكن توعدني انك ما تجازف مرة ثانية. استعدي بسرعة والحقيني. الحمد لله على سلامتك يا جليلة. الله يسلمك شوي عافيش. رحم الله سلمان أخي، لو كان بخير ما كانش حد يقدر يأذيكم. كلها عمل زوجش. لو أنا سلمان له أنا بخير. قولي لي ما فعل الفقيه بالضبط يا جليلة؟ ما فيش حاجة، هي مجرد مشكلة بسيطة وأمي كبرتها. لا، مش مشكلة بسيطة، هذا مخطط خبيث. شتو يفعلوه؟ خلاص يما اهدئي، ما بيش داعي انك تتعصبي. شفت يا استاذ عبد الكريم ما عمل المدير حقنا؟ بيحسنا على النظام والقانون، واول من يخالف النظام والقانون. يا استاذ عبد الدين، ما فعله المدير صح. طبعا صح، هو دائما صح وانا غلط، لانه هو المدير بتجامله، لكن لا تظن انني عاد اسكت على هذا المثل، وانت عاد تشوف عبد الدين ما يسوي. والله مش عارف كيف أشكرك يا مدير، حقا إنك تختلف عن الأستاذ عبد الدائم بكثير جدا. يا فندم، احنا ما عملنا الا الواجب،
والاستاذ عبد الدايم الظاهر انه ما استوعبش الموضوع، ولا صدقني ما كان يرفض طلبك. شكرا يا مدير، والله انه بكلمتك هذه وموقفك كبرت بخاطر الولد، وخاصة انه يتيم. ما قلت يتيم؟ نعم يتيم. نعم يتيم. طيب انت عمه؟ لا والله، انا صديق والده الشهيد رحمه الله. تقصد ان ابوه كان ضابط في الجيش؟ نعم، كنا انا وهو في خندق واحد ندافع عن الوحدة، وقد استشهد في هذه المعركة. كان أبوه يسور، بطل، شجاع، مقدام، يقاتل بكل شجاعة وبسالة. قصدك انه استشهد في المعركة؟ استشهد في المعركة، الله يرحمه. وما عاد صرت فعل المدينة أو كلفك الحج أمين صرت راجع على مدير جديد للمدرسة؟ لا ماشي يابا، بس هذا مشوار خاص وبعدها أصير أشتري حاجة للبيت وأرجع. أنت متأكد؟ يا سبحان الله يابا، أنا قد كذبت عليكم بشيء. أيوة، لأنه ما اشتيش تتدخل في شؤون المدرسة، لكن خليها تحرق بقاس ترجع خرابة. مفهوم يا ناصر؟ خير، مفهوم يابا، عن إذنكم. دكتور جمال، 3 ساعات لحد الآن مرت وما زالوا في غرفة العمليات. هذا أمر طبيعي يا دكتور عادل، خاصة في مثل هذه العمليات الخطيرة. بالله عليك يا دكتور، لا زلت معتقد ان الدكتور عصام والدكتورة هدى حينجحوا في العملية؟ وليش لا؟ مستحيل، لانهم حيفشلوا. ومع ذلك حيتحملوا المسؤولية. ليش؟ لانهم حيفشلوا، لكنهم حيتحملوا المسؤولية. وانت بالذات معاهم حتتحمل المسؤولية. تعرف ليش؟ لانك ساعدتهم. عن اذنك. الو. ايوه نعيم، ما قلت نجحت العمليه؟ الحمد لله الحمد لله. اسمع يا نعيم، خلي الدكتور عصام والدكتوره هدى يقولوا لي عندي الان. ها انتظر جلس. شكرا يا دكتورة هدى، لولا وقوفك جنبي ما اعتقدش ان العملية كانت نجحت. أنت دكتور بارع ودقيق، ومن غيرك ما كنا نعرف نعمل أي حاجة. يا دكتور تفضل. اولا مبروك على نجاح العمليه. الله يبارك فيك، هذا طبعا فضل جهودنا كلنا. ثانيا الدكتور قال تجي الان لمكتبه بدون تاخير. طيب تعالوا يا شباب، تعالوا اعرفكم على زميلكم انور الذي انتقل للدراسه عندنا في المدرسه، وهذا شرف لكم ولنا وللمدرسه كلها. انتم عارفين ليش؟ لانه والد زميلكم يعتبر من الابطال الذين دافعوا عن الوحده الوطنيه، ومن الذين كانوا في ميدان الشرف والقتال، وقدموا اروع التضحيات والبطولات في سبيل ان هذا الوطن يبقى عالي وشامخ وموحد الى الابد. وتحيه لكل الشرفاء والمناضلين والشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء لهذا الوطن. وما هو الذي بلغك عني يا حج أمين؟ مع ذاتك لجليلة، وهي الآن مريضة بسببك. مريضة بسببي؟ ما فعلت بها. أنت عارف يا فقيه، لكن أقول لك ابعد عنها وقع رجال أحسن لك. أنت يا أمين بتهددني؟ قلت لك ابعد عنها.
أنا صبرت عليك كثير. وما عاد فعل. أرفع شكوى للمديرية وأقول لهم إنك سبب كل المصائب التي وقعت في القرية. من سبب المصائب؟ أنا ولا سعد؟ سعد أشرف وأنزه إنسان في القرية. أصبح المجرم نزيه وشريف في نظرك يا عاقل. سعد بريء وأنت عارف بهذا يا فقيه. صح صح، والدليل حكم الإعدام الذي عايزتر ضده قريبا. خاطرك. شوف، آخر مرة أسمح لك فيها تستهدف تشكك بقدرات زملائك. قد تضطرني أرفع تقرير لإدارة المستشفى لنقلك من القسم أو حتى نقلك من المستشفى حتى تلتزم حدود تصرفاتك. يلا مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أهلا بالدكاترة، أهلا بالدكاترة العظماء. يا مرحبا. بصراحة أهنئكم من كل قلبي على النجاح اللي حققتموه. الفضل يعود لك ثم لله سبحانه وتعالى. لا بالعكس، أنتم أثبتتم جدارتكم ورفعتم رؤوسنا ورؤوس كل الزملاء. شكرا يا دكتور، وبعدين هذا واجبنا. لا أنتم تستحقوا كل الشكر وكل التقدير. اسمع يا بندر. وانت يا هيثم، وين جا وليد؟ يا وليد. ايوه. ها عشي تخرجوا هذا البضاعة من المشمعات وتعلقوها في العلاقيات، واي بضاعة زايدة ترجعوها المخازن، مشيش اي حاجة يبقى في الارض. تمام. ان شاء الله. طبعا الزباين يلا. يا مالك يا محمود؟ مالك دائما خايف من مواجهة الحج أمين وبيدك وثائق؟ في الحقيقة يا ناجي استجدت أمور أنا أخفيتها عليك. أمور؟ وما هي؟ احتمال أن إسماعيل على قيد الحياة. معقول على قيد الحياة؟ بس الذي مش مؤكد ابن اسماء، هل هو على قيد الحياة أم لا؟ وكيف عرفتي؟ يا سلام، كم أنا اليوم محظوظة إني معك. أهم شيء ما يدخلش الغرور نفوسنا بمديح الدكتور جمال، لأني فنان واجب يتساعد، لا يحتاج لا المديح ولا الثناء. إيش فيه؟ عصام، أنا مضطرة أمشي بسرعة. الشاب اللي تشوفه هناك في الطاروت لابس نظارة سوداء، إذا جاء وسألك عني قل ما تعرفش أي حاجة عنك. هاي يا أخ لو سمحت، شفت الدكتورة هدى؟ دكتورة هدى؟ أيوة، مشيت من هنا قبل لحظات. شكرا. هدى انتظري يا هدى. طيب يا هدى، بتهربي مني. إن ما وريتك ما أكون أنا ماهر. معنى هذا أن الوثائق مزورة. أنا اضطريت أعمل هكذا من أجل إسكات فاطمة. تعتقد أن فاطمة ما عاد عرفت الحقيقة؟ ما قصدك أنها تعلمت في محو الأمية قد تفهم كل حاجة؟ بس هذا مش حل. افرض أن فاطمة وجدت إسماعيل. ومنعت وجده يا ناجي، وقد جالسة في البيت وبطلت البحث عنه. يعني تعتقد أن فاطمة صدقت أن إسماعيل مات؟ ها يا عصام يا ابني، كيف العمل بالمستشفى؟ والله الحمد لله، بس اليوم حصلت مشكلة كبيرة هكذا شوية. مشكلة أي شيء يا ابني؟ ما تقلقش، الحمد لله تقلبنا عليها زي العادة. طيب قل لي ما هي المشكلة، يمكن نوصل لها حل. اسماعيل، خلاص مش وقته الآن وقت غدا.
وبعدين لما نكون لوحدنا يكلمنا عصام ايش المشكلة. وليش يما ما نسمع ما المشكلة الذي تعرض لها أخي عصام؟ محمد، كم مرة تكلمنا لما يكونوا الكبار يتكلموا الصغار ما يتدخلوش. وبالله عليك يما احنا صغار في نظرك. فطوم ولا كلمة، يلا نتغدى. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا قوموا تعالوا. يلا هيا ابني هيا. بسم الله. يا الله. يا سلام يما، اليوم شعرت ان انا انسان ثاني وزاد تخريبه بي اكثر. اهم حاجه شكرت عمك جابر. طبعا يما. يعني مدير المدرسه طلع طيب مش مثل ما كنت تتوقع. واكثر، هذا انسان عظيم. طيب قل لي ما هو اسم المدير؟ الاستاذ اسماعيل. ما قلت اسماعيل. شبكة منتديات يمن المحبة.